السلام عليكم يا شباب. في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن مشكلة التواصل بين الخدمات في المايكرو سيرفيسز اركيتكتشر، وفي الفيديو ده هنشرح اهم 3 كوميونيكيشن باترنز هنستخدمهم في المشروع العملي. اول باترن معانا هو one to one synchronous communication، وده ببساطة معناه ان السيرفيس بتطلب حاجة من سيرفيس تانية ولازم تستنى الرد قبل ما تكمل. وأفضل مثال على ده من الحياة اليومية، تخيل إن في موظف مبيعات بيحاول يقفل صفقة كبيرة مع عميل. العميل طلب خصم أو ميزة إضافية، لكن الموظف ما عندوش صلاحية ياخد القرار، فبيضطر يتواصل مع المشرف أو مديره. وفي الحالة دي الموظف مش هيقدر يكمل البيع إلا لما المشرف يرد عليه، وده بالضبط معناه synchronous communication. الخدمة الأولى معتمدة بشكل أساسي على رد الخدمة التانية، وده غالبا بنعمله باستخدام REST APIs. لكن المشكلة هنا إن لو الخدمة التانية وقعت أو كانت بطيئة، الخدمة الأولى هتتأثر مباشرة، وده بيسبب أو بيعمل مشكلة اسمها tight coupling. طيب نروح للنوع التاني one to one asynchronous communication، ودي مختلفة شوية. خلينا نفترض إنك موظف ومواعيد شغلك من 9 ل5، وفي يوم من الأيام وفجأة مديرك طلب منك اجتماع مهم وهتتأخر في الشغل، فحاولت تتصل بزوجتك عشان تبلغها، لكن التليفون غير متاح. فبدل ما تفضل مستني، اتصلت بحد تثق فيه من أهلها وقلت له يبلغها، وهنا انت وصلت الرسالة وكملت شغلك بدون انتظار رد مباشر. وده معنى ال asynchronous communication. الخدمة بتبعت مسج وبتكمل شغلها، وده طبعا بيقلل جدا الكابلينج وبيخلي السيستم اكثر مرونة. وغالبا بنستخدم هنا مسج بروكرز زي رابط ام كيو. طيب النوع الثالث والاهم في الانظمة الكبيرة large scale one to many asynchronous communication. خلينا نفترض انك مدرس وعندك مجموعة طلاب بيحضروا درس يوميا الساعة 5، وفي يوم معين حصل ظرف ومش هتقدر تحضر. بدل ما تتصل بكل طالب لوحده، هتبلغ شخص مسؤول في المركز وهو يقوم يبلغ كل الطلاب. وده بالضبط مفهوم البابلي سبسكرايب او one to many او one to many asynchronous. سيرفيس واحدة بتبعت حدث او ايفنت، واكثر من سيرفيس بتستقبل الحدث. وده باورفul جدا في الانظمة الكبيرة، لان الخدمات بتكون مستقلة عن بعضها، وده اللي الاباتشي كافكا بيتميز فيه جدا. وفي مشروعنا العملي هنستخدم REST APIs للسynchronous communication، وهنستخدم RabbitMQ لل one to one asynchronous communication، وهنستخدم الاباتشي كافكا ل one to many asynchronous communication. وفي الفيديو الجاي هنشوف الفلو الكامل للمثال العملي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.